يبقى المغرب ملهاش دعوة انت كسبت ما كسبتش، خرجت ما خرجتش، انت بمجهودك. مفيش حد يشغله حد في بطولة بيشارك فيها عايز يكسبها لبلده ويفرحها. هنفضل نشجع المغرب، هنفضل نشجع المنتخب المغربي، هنتمنى لو احنا ما صعدناش نتمنى المغرب تاخد البطولة، نتمنى المنتخب المغربي ياخد البطولة. لو مصر ما قابلتش المغرب، احنا قابلنا المغرب، هنلعب على الفوز وهنكسب. وقلت لك لو لعبنا المغرب هنطلعها، وعارف النتيجة ان شاء الله. ولكن ما صعدناش، ما لعبناهمش. شجع المغرب، شجعهم، حبهم. لكن انا الناس اللي تقول لك ان احنا المغرب حدش يشغل. طب ما انت موريتانيا كانت محتاجه انك انت تكسب لها المنتخب اللي معاك عشان تصعد للكاس الافريقيه، وما قدرتش تكسب، واتعادلت وما قدرتش تكسب عشان هي تصعد وما صعدتش. كرة القدم كده، هي دي كرة القدم. انت لما تكون قوي هتصعد. انت ايه اللي خلاك ما صعدتش؟ لو كنت اتعادلت مع نيوزيلندا اللي انت ضيعت اكتر من 5 اهداف وماسك الماتش ال 90 دقيقة، تعادل مع نيوزيلندا كان زمانتك صعد وانت حاطط رجل يا اخي. لو الراجل بتاعك ابو كرش ده لو ما خدش انذار، اللي رايح يتكلم مع الحكم مش عارف بيتكلم معاه في ايه، كنت انت صعدت تاني بلعبك الوحش، تاني كنت صعدت. فالنهارده اخواتنا المغاربه عملوا اللي عليهم، فرحونا قدام اسبانيا، فرحونا قدام البرازيل. هنشجعهم، نفضل معاهم، لان هم يعني مجهودهم حلو. ولكن النهارده جلكت بقى. تعالى بقى اقول لك ايه اللي قلقني، ان المنتخب المغربي بيتغلب، انه بقى في المتناول، ما حافظش على الانتصارات، ما عملش زي منتخب اليابان. انا النهارده كنت بطلب ان المغرب تلعب زي ما اليابان لعبت، زي ما اليابان كسبت ال3 ماتشات. فير بلاي، العب واكسب. دي بقى في سياسة المنتخبات اللي هي ملهاش دعوة، هي عايزة تكسب كل ماتش كل ماتش كل ماتش. ما لقيتهاش النهارده في المنتخب المغربي، ودي زعلتني. مش عشان مصلحة مثلا مصر، لا والله انا زعلت النهارده. المنتخب المغربي ما قدرش يعمل زي اليابان. لا، اليابان اثبتت، كسبت ال3 ماتشات وكانت صعبة. النهارده شفت حاجات تقلق. بعدين المذيع بيقول لك اوكرانيا، الارجنتين، امريكا. الظاهر كده ان النسخه دي فيها البرازيل. مش هي البرازيل. البرازيل بتتغلب كل ماتشاتها، بتتعادل مع المكسيك. يبقى مش دي البرازيل اللي احنا نعرفها. اسبانيا برضو. النهارده بقى منتخب المكسيك صعد بمجهوده، كسب المغرب اللي كسبان البرازيل وكسبان اسبانيا 5 نقاط وصعد. انت ما عملتش زي منتخب المكسيك. فاحنا لا نلوم الا انفسنا. هنشوف بطولة حلوة، هنشوف ماتشات حلوة مع المنتخب المغربي واحنا مكملين. ان شاء الله ربنا يوفقهم، وان شاء الله ان هم يقدروا يكملوا. ولكن خلي بالكم لو مصر قدامكم. انا بقول لكم خلي بالكم لو لعبتوا مصر في الماتش ده بالذات. انا هتقول لي بقى، اقول لك المغرب بتاع المنتخبات الكبيرة تكسب البرازيل واسبانيا، تلاعب جنوب افريقيا، تلاعب مصر، في كلام تاني. مبروك للمغرب الصعود، ونتمنى الحظ يخدمنا في اخر مقعدين ونصعد. وعندي امل ان شاء الله ان احنا نصعد. هارد لك للمنتخب المغربي اللي خسر النهارده. المغرب تزعل مصر بدون قصد، وكلنا نتمنى تلعب زي اليابان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. مكملين وهنشوف بكره ايه اللي هيحصل، وهل مصر هتكون في الحسبه ولا لا. انا عن نفسي هذا المنتخب لا يصلح ان يكمل في كاس العالم، انا المنتخب المصري، فخرج عندي زي ما خرج. حياتي ليكم اخواتي، وما تنسوش تابعونا على اليوتيوب علشان بيدعم فيديوهاتنا الطويلة غير المنصات التانية اللي هي عايزة دقيقة ودقيقة ونص. انا عايز اطلع فضفض، اتكلم، طلع كل اللي جواي. تقول لي دقيقة ودقيقة ونص، ما ينفعش معايا. شكرا ليكم.